هلا اللي بيحذر شو هاي الوصفة قبل ما يخلص الفيديو او قبل ما يشوف الفيديو للاخر، يا ريت يكتب لي فورا بالتعليقات شو هالاكلة اللي انا عم بعملها. رح نقول بسم الله ونبلش. هاي الوصفة شفتها على التيك توك، بصراحة حبيت جربها. حطيت 100 جرام زبدة، اي نوع شوكولا انتو بتحبوه. هنحط 4 حبات ورح نحاول هنن على النار ندمجهم مع بعضهم وبرجع لكم. هلا هاي الوصفة هن حطوا لها سكر، بس انا بصراحة ما رح احط لها لانه بعتقد حتطلع كتير حلوة. لا كمان معنا حبتين بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا انا ما سخنتهم كتير وتركتهم شوي ليبردوا. لا هون رح احط شوية قشر برتقان، بيعطيها نكهة طيبة القشر البرتقان، او اذا حبيتوا قشر ليمون. كمان رح احط فانيليا مشان زفارة البيض. حطوا فانيليا سائلة، فيكم تحطوا فانيليا بودر. وهلا رح نحاول نحط طحين، فيكم كمان بالاول تخلطوهم اول هيك مع بعض. يعني الحلو بهاي الوصفة انها سريعة وسهلة وبنفس المقلاية، يعني ما في داعي لا توسخوا ولا شي. وشو بتعملوا؟ بتضلوا بتحطوا طحين لتلاقوها لمت معكم مثل العجينة صارت تمام. وهلا طبعا هون شو بدنا نحط؟ اهم شي بهي المرحلة كمان عنا البيكنج باودر، معلقة كتير صغيرة. وهلا كمان بنحط الشوكولات شيبس، هي اختيارية، انتو قديش بتحبوا تحطوا حطوا على راحتكم. ما رح اكتر لانه نحن كمان حاطين شوكولا، لا تنسوا مشان ما تطلع حلوة كتير. هيك طبعا بنحاول نلمها كلها مع بعضها وبنضل بنحط لها طحين. انا ما عيرت الطحين، بنضل بنحط لها طحين لحتى يصير عنا عجينة تقريبا. شايفين ما شاء الله بنفس المقلاية عملت كل شي ولميتها لحتى صارت معي تقريبا هيك عجينة. شايفين ما بقى بتلزق بايدكم. رح شكلها وورجيكم اياها. وهيك شكلتهم بايدي بدون اي قالب وبدون اي شي. ورح نشوف هلا بعد شوي مع بعض كيف رح يطلعوا. عرفتوا شو هدول صح؟ اكيد عرفتوا. رح ادخلهم على الفرن. في اشياء بالحياة صعب تنوصف بطعمها وبشكلها وبريحتها. هيك بعد ما طلعتهم من الفرن منظرهم وريحتهم بتجنن. شايفين قلبها؟ يا الله شو طلعت طيبة، ما بدي خبركن قديش طلعت طيبة. يا الله بتجنن كتير طيبة. جربوها ايه، واللي بيجربها يكتب لي. وهيك لفيتهم بورق النايلون، ومثل ما شايفين منظرهم بياخد العقل وطعمتهم روعة. جربوها ان شاء الله تعجبكم.